المستنقع. الحقيقة هي دي قراءة يعني فريق البرنامج، وما زالت القراءة صالحة حتى اللحظة. هبدأ مع سيادة النائب. هل مشهد الرئاسة جزء من التأزيم حتى لحظة الاستحقاق؟ ولأي مدى محفز السباق زي ما تم يعني توصيفه النهاردة كان هو عنوان مشهد العباسية بالأتباع، لأنه يعني الدنيا انجرت كلها لمحيط وزارة الدفاع تحت هذا الاسم. علما مرة تانية هنفكر كل المشاهدين ان العباسية كانت مشهد كل المجموعات اللي بتطالب بالحنين والعودة للماضي ولا ترغب في المستقبل. فايه اللي جد؟ هل لأي مدى يعني عايز اسمع قراءة حضرتك في هل مشهد الرئاسة، وهل الطرح اللي طرحناه ده هو طرح يعني ممكن يساعد الناس انها تفهم المشهد؟ طيب، والاول انا يعني هستأذنك. حازم صلاح ابو اسماعيل بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا، انا مش قادر افهمه. فاسمحي لي لا هتكلم عنه لا سلبا ولا ايجابا، يعني انا شخصيا مش عارف افهمه يعني. انا متابعه من زمان، ومش قادر احط ايدي يعني احطه فين، يعني اصنفه ازاي. ممكن انما انا يكون بحمله محفز. يعني مش عارف، يعني حكايه تمام. محفز دي مش منطقيه قوي يعني. انما انا شايف ان هو طرف اصيل في الازمه اللي حاصله دلوقتي، واعتقد انه هيبقى ليه دور. ازاي يعني؟ اعفيني بقى من ان انا اتكلم عنه، يعني ممكن نبقى نتناقش بعد الهوا. انما بس انت مش خايف يعني؟ لا، مش مساله خوف، بس انا ما بحبش اتكلم الا لما يبقى عندي معلومات اكيده يعني. خليني اروح بقى للتصنيف اللي اتقال في التقرير. اعتقد انه تصنيف جيد. في النهايه هو جاب في الاخر مجموعه من الاسامي، خلينا نتفق معاها بدرجه كبيره جدا. هم الفرسان الحقيقيه في الصواب، في السباق. فرسان حقيقيه بمعنى ان هي الناس تقدر تثق فيها، ان هي ناس بجد وطنيه، ناس مخلصه، انما عندهم ازمه. انا عشان اعمل حمله انتخابات بتاعت دايره بتتكلف لها مثلا يعني الحد غلبان يعني هيعملها ب 100,000، حد هيصرف له لغايه مليون يعني في دايره انتخابيه مش يعني رئاسيه بقى. فاللي هيعمل حمله انتخابيه زي احنا ما شايفين كده، بتخش ما فيش حاره بتخشيها غير لما تلاقي بوستر لفلان. فلان ده جاب منين؟ يعني الصوره اللي محطوطه في كل حاره دي، التكلفه دي جت منين؟ هل الناس محبين يعني في الشارع هم اللي بيعملوا ده، ولا في ميزانيه ضخمه بتتصرف؟ هل احنا عندنا اليات؟ يقول لك احنا لازم يبقى في تحديد للانفاق في الحمله الانتخابيه. طب ايه الاليات؟ مين اللي هيدور ورا مين ويقول له انت صرفت بكام وازاي؟ ما هو بره الكلام ده بيتعمل ليه طريقه، ان حساب الحمله الانتخابيه بيتراجع زي الشركات هنا كده، في محاسب قانوني بيراجعه. هناك برضو في ناس بتراجع الكلام ده. الحساب كله يبقى في البنك، الوارد جه منين والمصروف اتصرف فين. فعرفت الحمله الانتخابيه بتاعت باراك اوباما في السنه الفلانيه صرف كذا بالجنيه او بالدولار، انا عارف هو صرف كام. انما احنا عندنا هنا ما فيش الكلام، يعني فلوس بتيجي من بره لفلان وبيدفع زي ما هو عايز. ده مش عارف السعوديه بتدعمه، وده قطر بتدعمه، وده امريكا بتدعمه، الله اعلم بقى مين وكله بيجيب كلام منين. كمان، ما عندناش لسه يعني. ما انا ما عنديش برضه دليل. ما انا لو عارف مين اللي قطر بتديله ومتاكد هقول اسمه يعني. انا برضه ما بخافش، بس انا ما عنديش معلومه ممسوكه، ما عنديش دليل، فما اقدرش يعني اطلع يعني كده اقول زي ما الناس بتعمل يعني. انما اللي انا عارفه ومتاكد منه ان مش ممكن واحد مرشح محترم كده بيصرف يعني عايز اقول مئات الملايين من جيبه يعني ولا الناس محبين يعني ودايبين فيه وبيدفعوا له الفلوس دي. يعني انا هقول مثال، اسمحي لي اقول اسامي لو يحق لي. مثلا السيد حمدين صباحي عامل تطبيق كده على الموبايل، تتصلي تبعتي رساله على رقم معين تبقى اتبرعتي له ب5 جنيه. فالراجل ده لما يعمل حمله انتخابيه زي ما احنا شايفينها محدوده، ابقى عارف ان الناس دي جابت الفلوس منين. انا لما هبقى عايز ادعمه هدفع له ال5 جنيه ديت، عايز ادعمه تاني هدفع له كمان 5 جنيه. انا هفهمه. انما الناس اللي بتدفع ملايين ديت انا ما اعرفش جابت الفلوس منين. وبأنهي حق بقى الراجل الغلبان اللي هو مش لاقي ياكل ده وعنده ازمه واخر الشهر، يعني ما فيش شهر بيعدي غير لما يبقى يتحوج، هيصدق في الراجل اللي دفع 100 و200 و300 مليون و400 مليون في الانتخابات ان ده هيحس بيا؟ ما هو ده لو حاسس بيا ما كانش صرف 300 400 مليون. مش كده؟ ما هو ده المنطق بقى. انا كراجل انا بتكلم دايما بس في حسبه الانتخابات ما بتبقاش كلها منطق. معلش، بس انا بتكلم، انا لو مواطن بقى يعني بتكلم بالمواطن ده اللي بيشغلني. الحقيقه بقى الخناقه اللي فوق دي ما بتشغلنيش قوي يعني. انا بيشغلني المواطن الغلبان. انا راجل عندي ازمه، بقبض 500 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه، وعندي متجوز وعندي عيلين. ال1000 جنيه ديت ما بتكفينيش، والاقي واحد بيدفع قد ال1000 جنيه اللي انا دفعتها ديت
يعني كان بقى 50,000 مره. طيب يعني انا هثق فيه ازاي؟ باشمهندس. لا يعني الحقيقه التقرير جيد جدا. قد تكون بس ما فيش غير ملحوظه واحده، ان هو يعني الدكتور محمد سليم العوا اتقال ان هو فقيه اسلامي مفكر. او مفكر اسلامي. لا الحقيقه الدكتور سليم العوا كان له ادوار سياسيه عديده، كان له دور في الافراج عن الاسرى المصريين في حرب العراق وايران، طبعاً. له دور في بس ده التوفيق كان بين اختصار الطوائف يعني. اللبنانيه. يعني قصدي دوره السياسي كان ممتد. دوره في الافراج عن 20,000 سجين من الجماعه الاسلاميه وهكذا يعني. تمام. انما الحقيقه يعني التصنيف الجيد في ان احنا فعلا عندنا 6 يعتبروا بينتموا لميدان التحرير وبينتموا للثوره، هم اللي انتوا جبتوهم دول فعلا. وانا يمكن قلت لحضرتك قبل الهواء، انا كان لدي يعني حلم، يعني كان نفسي يتحقق، ان بالذات يعني اكتر 3 كان ليهم تواجد وكان ليهم فرص وكان ليهم زعامه في الميدان، هم الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، الاستاذ حمدين صباحي. فكان يعني لدي حلم ان يتعمل فريق من هؤلاء ال3 على اساس دول اكتر ناس كان ليهم علاقه بالثوره. لان الحقيقه احنا لو شفنا بعد ثوره 25 يناير اول رئيس مدني لمصر يعني خارج الناس اللي ليها علاقه بالثوره، فده شيء الحقيقه اكيد هيحزننا كلنا. لان احنا كده يعني لن نشعر بالتغيير مهما وعد من سياتي بانه يعني سيتبنى فكر جديد وسيصلح، ولكن بالتاكيد كنا نحب نشوف حد من دول يبقى موجود. الحقيقه الشيخ حازم وليس مهاجمه، انما هو حقائق. يعني انا اعلم بعض الحقائق من واقع ان انا راجل من سكان منطقه الدقي. الحقيقه ما اعرفش الناس تناست ليه ان الشيخ حازم ابو اسماعيل هو عضو في جماعه الاخوان المسلمين حتى وقت قريب، حتى هو طلع وقال انا استقلت قبل، او في حد من الاخوان صرح ان هو استقال قبل الانتخابات على طول. هو كان مرشح الاخوان المسلمين في دايره الدقي قدام الاستاذه الدكتوره امال عثمان في الانتخابات بتاعه 2005. فهو بالاساس هو رجل من رجالات الاخوان، فاحنا كان هيبقى عندنا في المشهد الحقيقه كان هيبقى كله اخوان مسلمين باستثناء الدكتور سليم العوا والدكتور عبد المنعم طبعا يعني ترك الاخوان قبل الانتخابات. فالشيخ حازم الحقيقه الدور اللي قام بيه والكلام اللي احنا شفناه ده والهاله اللي اتعملت والبلد كلها اللي اتخذت في قضيه الجنسيه وصادق وكاذب ومش عارفه ايه، انا كنت الحقيقه اتوقع ان بعد قرار اللجنه ان يعني الشيخ حازم يهدأ ويهدئ الناس. انا الحقيقه متعاطف جدا مع المريدين، لان انا جربت فتره من حياتي انا كنت يعني بستمع لهذا الاتجاه يعني اللي يعتبر الاتجاه السلفي. الحقيقه ناس في تقريب الانسان من ربنا وكده في الدور الدعوي هم ناس جيدين جدا، ولكن ليس لهم اي علاقه بالدور السياسي طول عمرهم يعني، ولم نسمع عنهم لغايه لما احنا داخلين الثوره زي ما كلنا كنا عارفين كان في بعض المشايخ بيقولوا الخروج على الحاكم حرام ولا يجوز وكده. فانا متعاطف جدا مع الناس دي، لان هي الحقيقه بيبقى بالنسبه لهم الرمز ده مش زي ما احنا متصورين. بس يعني ليه ما حسوش ان هو اختفى وسابهم لوحدهم؟ يعني في مشهد العباسيه طوال الاعتصام انا سؤال بقى، احنا مش ماشيين واحنا بس مشي. قاعدين هم قعدوا وكملوا وهو الراجل روح. وبعد كده لما جينا في جمعه من الجمعات الثانيه قال اصل رجله اتكسرت يعني ايا كان. انما وبالامس الحقيقه طلع في حد متحدث باسمه او حد من حمله لازم حازم او كده طلع قال احنا ما دعيناش حد يروح العباسيه. يعني الناس اللي انتقلت من التحرير اللي كانوا معتصمين اعتراضا على قرار اللجنه باستبعاد الشيخ حازم ثم اعلنوا ان هم رايحين على العباسيه، ثم انضمت اليهم بقى بعض القوى الشبابيه بعد كده، هو الراجل انكر قال احنا ما قلناش لحد ان هو يروح. بيطلع حد يقول حاجه انا طبعا وما سمعناه برضو من بقى ايه يعني تحريض من مشايخ اخرين سمعناهم النهارده او امبارح وكده والجهاد مش عارف. انا الحقيقه ضد هذا الكلام طبعا تماما، وانا بطلب ان يجب ان كل شيء يخضع للقانون. وعشان كده احنا يعني ان شاء الله مصر اللي جايه دي احنا عايزينها تقوم على العدل بالاساس، ان العدل في كل شيء، وان احنا يتم التحقيق في هذه الامور بمنتهى الشفافيه عشان نعرف من المسؤول. وانا الحقيقه غير متنازل عن حقي كمصري في ان يحاسب اي شخص تسبب في ازمات في البلد، تسبب في حاله من الهيجان في البلد، تسبب في تضليل جزء كبير من الشباب والدخول بهم في قضايا هو يعلم تمام اليقين ان موقفه غير صحيح، وثم مكابرته واستمراره على هذا النهج، ثم وصلنا الى ما وصلنا اليه. والحقيقه يعني الشعب المصري شعب ذكي جدا، وكثيرين في مداخلاتهم التليفونيه بالامس على احداث العباسيه
الناس ابتدت تدعو للاسف على بعض من هؤلاء المشايخ، لان هم اللي ورطوا الناس في هذا الكلام. ف انا زي ما باسم قال احنا ضد تماما ان كان حتى الاسم سخيف، يعني الزحف لوزاره الدفاع، يعني ايه يعني انا حتى امبارح كتبت على تويتر طيب رحنا وسابونا ودخلنا وزاره الدفاع، هنعمل ايه؟ والجيش قال لنا اهلا وسهلا اتفضلوا استلموا السلطه، هنعمل ايه؟ ومين اللي مؤهل يجب تكون الكلام منطقي. بالظبط، يجب ان يكون الكلام منطقي عشان احنا لا نورط نفسنا ونقع في فخ معمول لنا بقى بواسطه الطرف الثالث عشان نفضل يسحبونا ونيجي، وبعد كده يحصل الاحداث، وبعد كده الناس تقول بقى احنا تعبنا وزهقنا وعايزين البلد تتقدم ولادنا كمان يتأذوا، وخلوا بقى المجلس العسكري قاعد سنه ولا 2 لغايه لما الامور تستقر. صحيح. فيعني فعلا المشهد الرئاسي مؤثر. كنت اتمنى ان يحدث توافق زي ما قلت بين المرشحين الرئاسيين. ما زلت عندي امل ان ممكن حاجه زي دي تحصل، ما زلت عندي امل ان في النهايه فعلا الماكينات الانتخابيه للمرشحين اللي بيعبروا عن الثوره اللي ما لهمش قاعده، ان الشعب بقى يتحرك ويبقى ايجابي. عايزين الناس اللي زينا، ما هو اللي عندهم مكن دول بينزلوا بالامر، سواء الاخوان او السلفيين بينزلوا بالامر. انا بقى عايز الناس بتاعت النوادي اللي زينا والحاجات دي يتحركوا بقى، ساعدوا زي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، ساعدوا سليم العوا، ساعدوا حمدين، عشان الناس دي يبقى لها فرص. طالما ان هم ما حصلش توافق، بس على الاقل لازم ان احنا الناس تتحرك، تخلق ماكينات لهؤلاء وتتبرع، وزي فكره الاستاذ حمدين لازم. وبعدين حكايه مراقبه الحسابات يا باسم، لا انت دلوقتي من المفروض من 1 مايو فتحت حسابات، والمفروض ان عليها رقابه عشان الصرف يتم من خلالها، واللي هيتجاوز اللجنه تبتدي تتدخل. وتطلع الكشوف. لا ما هي اللجنه بتتدخل. واللجنه احنا سمعنا ان هي برضو كانت ما اعرفش حولت 3 من المرشحين استغلوا الجامعات. صحيح. طب كلمه اخيره بس، يعني تقول ايه بقى في المشهد الملتبس اللي احنا عايشينه ده؟ والله هو انا عايز اقول حاجه يعني جت في بالي دلوقتي نفسي اقولها. انا عانيت منها في الانتخابات، استخدام الدين في المنابر في المساجد بالذات ضد التيارات اللي مش مدعومه من تيارات اسلاميه، التيارات الاخرى يعني سواء الاخوان المسلمين او الدعوه السلفيه، كانوا بيستغلوا الجوامع للدعوه في الانتخابات الحقيقه. وحصل ما هو اسوأ بقى بعد الانتخابات مباشره في جوامع يعني اللي انا اعرفها شخصيا، الناس اللي كانت في نفس هذا الجامع الصرح الجميل ده بيدعموا او بيروجوا مرشحين الحزب الوطني زمان. اول ما خلاص خلصت الهوجه بتاعت الحزب الوطني وبقى في حاجه اسمها الاخوان المسلمين، فبقوا بيروجوا للاخوان المسلمين يعني على المنبر. وانا دايما يعني بقول اكسبريشن كده بيستخدم، ده منبر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني اللي يقف على المنبر كانه واقف مكان النبي وبيتكلم كلام النبي. فما ينفعش تطلع على منبر النبي عليه الصلاه والسلام وتقعد تقول لي الاخوان المسلمين حلوين والدعوه السلفيه كويسه والليبراليين دول وحشين، يعني ما يحقلكش. ما هو حازم اسماعيل هدد من جوه، انت عارف لان انا دايما بقول ان انا بتكلم في السياسه، انت ممكن تكوني بتقولي كلام رائع بس مش عاجبني واقول لك كلامك غلط، يعني ده حقي. لا نتفق. يعني تقولي كلام حلو قوي بس انا بقول لك كلامك غلط ومش عاجبني. انما لما تتكلمي وانت واقفه على المنبر في خطبه الجمعه، انا هعمل ايه؟ انا مضطر افضل قاعد اسمعك وانت بتقولي كلام يحرق دمي، لان احيانا بيبقى كلام سيء بقى وفي تجاوز وفي اساءه، وانا مضطر اقعد اسمع ده. الحقيقه انا بقول على الجهات المسؤوله سواء بقى وزير الاوقاف ان هم يتدخلوا في ده ويمنعوا استغلال المساجد في الدعوه. لسه جاي لي النهارده شكوى ان الناس بتروج لمرشح بعينه من غير ما يقولوا اسمه، قال يعني كده خلاص ما اتقفش بقى، يعني يقعد يقول صفاته بس ما يقولش اسمه، ان ده يتمنع. انا كمان بقول للمواطنين مش جريمه ومش عيب ان انت بعد الخطبه وبعد الصلاه ان انت تطلع تقول للشيخ ما تعملش كده تاني. يعني ده ما يضرش الدين، ده بالعكس ده اصل الدين. لو ده عمر بن الخطاب لما كان على المنبر وقال لو رايتم في اعوجاجا قوموني، قالوا له لو راينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، ده عمر بن الخطاب. فلما الشيخ اللي يطلع على المنبر يخرج عن النص ويخرج عن الدين اللي هو جاي يعلمه لي على المنبر ويكلمني في السياسه ويروج لفكر سياسي، انا بعد الخطبه وبعد الصلاه اقول له لو عملت كده تاني مش هطلعك على المنبر ده. طيب سريعا جدا، ايه الخطوات اللي ممكن تخلي الدنيا تفك في مصر؟
اولا المجلس العسكري يقوم بدوره في توفير الامن للمواطن المصري. يعني انا لما يجي الجيش يتدخل او يعني قوات الشرطه العسكريه تتدخل في 40 دقيقه تخلص موضوع العباسيه وتفض الاشتباك بالطريقه اللي شفناها دي، طب حضراتكم كنتوا مستنيين بقى لكم 48 ساعه لما الناس بتموت في بعض ليه؟ لماذا يعني ليه ما حصلش زي المره الاولانيه؟ فالملف الامني ما حدش هيقف ضد المجلس العسكري لو خد اي اجراءات من شانها توفير الامن. ده حق اساسي طبيعي، ودي اول حاجه احنا عايزينها. احنا عايزين الناس كلها تحترم القانون. الحقيقه البلطجه في كل شيء، من اول اللي بقى بيمشي مش رابط الحزام بتاع العربيه وبيستعمل التليفون وبيعمل، انا الحقيقه بتضايق من ده جدا، لان انت كده كانك كنت بتقول احنا بس كنا بنخاف من حبيب العدلي، لما حبيب العدلي غاب احنا بنعمل كل حاجه غلط. فاول حاجه الامن، تاني حاجه زي ما قلت لحضرتك الملف الاقتصادي يجب ان يتخذ موقفا حاسما من الحكومه الموجوده، ولا حل الا باقاله هذه الحكومه، او على الاقل مراجعه الملفات المتوقفه كما قلت لتغيير المسؤولين عنها حتى نتقدم الى الامام. بشكركم شكرا جزيلا. يعني تمنيت لو الحوار ممكن ياخدنا في مساحات اكبر نعوضها في مره ثانيه. يعني عضو المكتب السياسي المهندس طارق الملط، نورتني يا فندم. والنائب في مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسم كامل، نورتوني. شكرا. ويا رب